لما بتكون انت طيب او حد كويس حنين، فبيبقى عاوز الناس كلها تبقى تعامله بنفس الطريقة، وده مش موجود في الحياة الطبيعية. ده مش موجود. فانت بتعامل الناس بقلبك بإحساسك، بس هما مش شرط يعاملوك كده لأنه كل واحد مختلف. فلو هما وحشين مش لازم انت تتغير وتبقى وحش، مش لازم تكون زيهم يعني ولا حاجة. اولا انت مش هتعرف حتى لو حاولت، لانه ان انت تبقى جزء منك طيب وجزء منك وحش وتعامل الحلو حلو والوحش وحش، ده مش موجود في الحياة. هو الحلو بيتعامل حلو دايما، والوحش بيتعامل وحش دايما. انما الحلو مثلا ممكن يبقى حريص اكتر شوية لما يتقرص مرة واتنين وتلاتة. فبدل ما انت تزعل وتتضايق ان انت لما عملت الناس حلو وهم ما طلعوش حلوين، اعمل خط. حاول تعمل حدود، ان انت ما تخليش الناس تلعب بيك ولا تستغل طيبتك بزيادة. الطيبة عمرها ما كانت ضعف. الطيبة دي حاجة حلوة قوي. ولما تكون طيب مش معناه ان انت عبيط او اهبل، معناه ان انت انسان. فاذا كانت انسانيتك ضد المجتمع اللي انت عايش فيه، انبسط ان في انسان في الحياة اللي احنا عايشينها لسه موجود. خليك زي ما انت طيب. عارف، بس لازم تعمل شوية حاجات كده صغيرة. عارف الوردة قد ايه جميلة، لكن بيبقى فيها شوك عشان تحمي نفسها. فانت اذا كنت طيب، بس حط شوية حدود كده وشوية خطوط حمراء عشان ما تنجرحش ولا ينكسر قلبك يعني.